السلام عليكم، اهلا خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. فيديو جديد كنتمنى يلقاكم في احسن الاحوال، ونشارك معكم البنات واحد الشكل ديال الحليوه اللي هو سهل وبسيط واقتصادي وفي المذاق كيكون غزال يا البنات. انا نعطيكم دابا المقادير ديالو. في المقادير البنات كاينه عندنا الزبده ديال المارغرين، عندنا مارغرين، جوج بيضات، كاس دجاج، كاس د الزبيب مقطع ومرقد في كاس ديال المزهر، عندنا كاس ونص ديال الزيت، كاس ونص ديال سنيده، واحد الفانيا البنات، واحد الفاني وجوج خمارات حمر. هنا البنات راه درتنا الزبده وغادي نديرو جوج كاس د الزبيب كيف ما كتشوفوا، كاس د الزبيب، كاس ونص سنيده، جوج خمارات حمر، كاس ديال كاوكاو محمر ومطحون بالقشره ديالو، غادي ندير كاس ونص ديال الزيت وسكر كلاصي باش ملي طيب كتفنت في سكر كلاصي. كيجي البنات واحد الحلوه اللي اقتصاديه، واحد الحلوه اللي هي قديمه ولكن المذاق ديالها البنات كيكون غزال. هنا البنات غادي نحكوا الزبده مع السنيده حتى تحكيهم مزيان حتى يولوا بحال الكريمه. عاد غادي تزيدي المقادير الاخرين. هنا البنات غادي نديرو غير كاس ونص، نسينا حتى عمرنا الزلافه، غادي نديرو قياس كاس ونص. انت غادي تشوفوا حنا حيدنا واحد نص كاس، درنا غير كاس ونص ديال الزيت، حتى كنحكو مزيان. عاد غادي نزيدو البنات المقادير الاخرين ان شاء الله. خليكم مع الفيديو وتبعوا الفيديو البنات. هاد الحلوه راه اقتصاديه. هانتوما البنات زدنا جوج بيضات، وغادي نحركو مزيان البيض مع الزبده والسنيده، منها الزبده تذوب وسنيده حتى هي كتذوب ما تبقاش محببه. وغادي نزيدو واحد الفاني، عاد غادي نزيدو دابا البنات هاد الزبيب مرقد في كاس ديال المزهر، قطعته طريفات صغار ورقدته في مزهر، كتكبيه هو بداك مزهر النيس، كديري الزبيب مع داك مزهر. هنا كاس ديال الكاوكاو الفول السوداني محمر ومطحون بالقشره ديالو، كاس ديال الجنجلان منقي، غير منقي ما محمرش حيت مازال غادي يطيب في الفران باش ما يتحرقش، ما يعطيش داك المذاق المر. وغادي نزيدو البنات الطحين والخمارات. والمقادير غادي تلقاوهم في صندوق الوصف. وإلا وصلتوا الحبيباتي لهنا يا خواتاتي العزيزات المتتبعين العزاز، الا وصلتوا لهنا ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك، واللي ما اشتركتش في القناه اشترك فضلا وليس امرا، وتخلي لنا شي تعليق يكون زوين، واخا غير تخلي لي غير قليب ولا وريضه، راكم عزازات وغاليات. هانتوما ما تكونش العجينه ما تكونش قاصحه، ما تكونش جاريه، تكون رطبه، عجينه رطبه. طحين حسب الخليط، ما كنديروش بالعبار، حسب الخليط. نتوما البنات راه لقيناها رطبه وزدنا لها شويه ديال الطحين. غادي نبدا نكوروها دابا ونحطوها في اللاطا، وغادي تطبعيها بالمرشم، اي مرشم، كل واحد وشنو كاين، الورده كاينه، الشميشه كاين، كل واحد وشنو والمرشم اللي متوفر عنده.
هانتوما حنا كنكوروها وكنديروها في المرشم. المرشم تدوزيه في الطحين. هانتوما كتشوفوا الفيديو، راه الفيديو شرح راسو. وملي غادي يطيب ان شاء الله غادي نفندو في سكر كلاصي. الاحسن يكون ماركه زوينه باش ما حيت ملي كتحيدي ليه الحلوه سخونه وكديرها في سكر كلاصي كيشرب داك الماء، كيشرب وكيولي فازق. من الاحسن تكون ديك الماركه ديال سكر كلاصي الزوينه. ها انتم كيف ما كتشوفوا راه خليت الفيديو باش تشوفوا الطريقه مزيان. حلوه اللي هي سهله واقتصاديه، حلوه كيف ما قلت لكم البنات، حلوه اقتصاديه وسهله، ما فيهاش بزاف ديال المقادير وما كتاخذش حتى وقيته طويله. ها انتم كيف ما شفتوها. غادي نجبدوها دابا من الفران البنات. ها هي راه طيبه وغادي نفندوها، نخليوها واحد 2 دقائق غير واحد شويه تبرد. ما نهزهاش وهي سخونه ونحطها في سكر كلاصي، كنخليها غير واحد شويه تشد راسها، واحد 3 دقائق هكاك 4 دقائق، وكنديرها في سكر كلاصي. نتوما كيف ما كتشوفوا كيكون فيها المذاق الزنجلان، كاوكاو والزبيب. اللي عنده اللوز بغى يدير حتى اللوز يديرو، كتكون زوينه وصحيه للدراري. وكنتمنى هاد الحلوه تنال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا بلي لايك والبارطاج، واللي ما اشتركش في القناه يشترك فضلا وليس امرا. ومرحبا بالناس الجداد ومرحبا بالناس القدام اللي معايا في القناه. كنرحب بالجميع وشكرا لكم بزاف. ايوا نخليكم مع لا فيديو. انتم كتشوفوا دابا الطريقه ديالو، راه الفيديو شرح راسو والمقادير غتلقاوهم في صندوق